كنت تعرف إن الكمبيوتر بيفهم كل حاجة على شكل صفر وواحد؟ الكمبيوتر ما بيقدرش يفهم الأكواد. أي حرف أو كلمة في لغة بايثون بتتحول لصفر وواحد. طب إزاي؟ باختصار، بيبقى في مترجم في النص بياخد الكود بتاع بايثون وبيبدأ إن هو يدخله على الكومبايلر واللي هو المترجم ويحوله للغة الصفر والواحد عشان الكمبيوتر يقدر يفهمها ويقدر يطلع أوامر. يعني مثلا لو كتبنا سطر كود زي print hello، الكومبايلر هياخدها ويحولها لمجموعة كبيرة من الصفر والواحد. عشان كده بايثون يعتبر من أسهل اللغات اللي تقدر تتعلمها، عشان بعدها تقدر تفهم أكتر عن التكنولوجيا، الروبوتات والذكاء الاصطناعي. لو حابب تتعلم أكتر وتبدأ تكتب أول سطر كود، إحنا هنعلمك خطوة بخطوة إزاي تبني تطبيقات وألعاب بطريقة سهلة وممتعة. سجل معانا دلوقتي في كورس بايثون عشان تستفاد بالحصة التجريبية وخصومات تانية كتير.